كده سأل نفسه ايه مصير الدهون اللي احنا بنفقدها من جسمنا؟ تعالوا اعرفوا ايه مصير الدهون وازاي بنفقدها وبتفقد عن طريق ايه. الدهون لما بنتخلص منها من جسمنا بتفقد او بتنقسم لقسمين. القسم الاول بيخرج عن طريق ثاني اكسيد الكربون اللي بيخرج بالنفس. تاني حاجة ان هو بيخرج عن طريق مية اللي بتخرج من الجسم من البول والعرق والدموع. فبالتالي انا لو عايزة افقد الدهون دي لازم اعرق، وعشان اعرق يبقى لازم اتحرك ولازم اشرب مية كتير عشان المية دي تخرج عن طريق العرق وعن طريق البول. تاني حاجة لازم اتنفس صح واعمل تمارين تنفس صح ومظبوط عشان اقدر اتخلص من ثاني اكسيد الكربون واقدر اتخلص من الدهون بطريقة صح. عرفتم ازاي هنتخلص من الدهون؟ وياريت يا جماعة نعمل سيف ولايك وشير للفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. وباي.